اهلا وسهلا فيكم بيوميات حنان. هلا حنان. اليوم خلصنا مشترياتنا، اشترينا كل شغلات الحلويات العيد، واشترينا شغلات للسفر. بكره ان شاء الله باذن الله رح نطبق شنطة السفر ونكون مع بعضنا 3 ايام العيد ان شاء الله باذن الله. بكره بدنا نذبح، لا بعد بكره هنذبح. اول يوم العيد بدنا نروح نذبح، كمان رح اعملكم فيديو بهذا الشيء، وكمان طريق السفر رح نصوره نكون مع بعض باذن الله خطوه خطوه. وهلا بدنا اورجيكم جبنا حلويات العيد. ورجيني، تعي لهون، تعي يا روحي والله حلوين. تعالي نزلت هلا فيديو، روحوا شوفوا فيديو مشترياتها البسيطه، لاني هي عندها قلت لكم انا عملت فيديو ما شاء الله عندك شي كتير. هي قبل الشي من عند تومان، تمام. حلويات تومان. ورجيهم استني ماما، ثواني بس ماما. شايفين؟ رح نشوف هون شو جبنا. انا صراحه ما دخلت لاني زحمه ما شاء الله، زحمه بطريقه ما هي طبيعيه. ان شاء الله هيك كل سنه وانتم سالمين. شيلي الكيس ماما، شيلي الكيس. شطوره، افتحي العلبه تحسني هيك هيك. برافو، واو يا تالينو. هي حلويات العربي. حلويات. تالينو زحي شوي ماما مشان الضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طلعوا انا. هدول الحلويات السورية. هاتي ماما الغطا غطيه. هي اول علبة. نحن اشتريناهن هلا منشان لاني ان شاء الله بعد ما نيجي من العيد يجينا ضيوف من تركيا باذن رب العالمين، بقى ضروري نكون نحن مجهزين اغراض العيد مشان ما نتلبك. سن هيك سن انا. وهلا هي علبة تانية، انتو حظكم. افتحي يا تالين شو هاي. بسم الله يا حظكم. واو. القراص بعجبة، اكيد كلكم تعرفوها. المصريين حبايبنا بقولوا قراص التمر، او بقولوا كحك اكتر يعني بالتمر. هاد بالتمر. نشوف التاني. غطي مامي، حطي فوق. غطي غطي غطي. شطورة تالين عم تساعدني بالمشتريات يا عمري انتي. يلا. وهلا هي هون العلبة رح نفتحها نشوف شو هي. انتو هي. تفضلي. واو الغريبة، اطيب شي والله. الغريبة بتجنن، كتير طيبة. هاي الغريبة بالفستق. طلع بالونة حيط. بالونة العيد. ماشي غطيها يا تالينو. ورجيني مش مكتوب عليها. مكتوب 13 كلمة. يا لا، عيد سعيد يا حي سعيد. يا عمري انتي. غطي ماما. هاي الله طلعوا ايدي. يا روحي. شوفوا اصبع التالين قشر اللحم منه وقامت دحست. يلا سلامة قلبك. نفتح علبة تانية. هدول هون لو حطيتوهم بالفريزر فرستوهم، بس بشرط ان يكونوا مغلفات كويس. لنشوف هاد شو. يمكن هذا كعك، ايوه. يمكن. افتحي ماما افتحي. لا البرازق، نجيب برازق. صراحة انا ما دخلت معه اول، حلويات كتير زحمة. شايفين هدول برازق، هدول راس سمسم او برازق، نحن بنقوله برازق. بقى حبايبنا المصريين شو هن بيقولوا عنا اكيد. اطلعوا ماشي حبي، اطلعوا على شو اسمه يا عمري انتي، اطلعوا على اكلات الحلويات السورية وداقوهم اكيد يعني. وهن حلوياتهم كمان طيبة كتير. هلا هون رح نحطهم هيك مشان نطبقهم بالوين بالفريزر. ما رح نفتح منهم اي شيء، بده يضلوا مثل ما هن بالفريزر لبين ان شاء الله ما نروح ونرجع 3 ايام البحر. هون عندي الكيس النقريش، هدول بدي اخذهم معي على البحر. هدول اولادي بيقولوا لهم طرابيش او نقريش. ماشي حبيبي حاضر. وهدول اصابيع مالحه، هدول كلهم موالح بدي اخذ منهم وعيف منهم كمان. لو حطيتهم بالفريزر ما بيأثر. شو ماما شو؟ هاتي واحد. تفضل حبيبي. هي التخليطة الصينية نحن بنقولها مكسرات الصينية. شايفين شكلها كثير طيبة. هلا لو ما نصوم بكرة كنا اكلنا منه، فتحنا واكلنا سوا. هاي ما بعرف في سوريين بيعرفوها وسوريين لا. درة اسمها نحن عنا درة. درة مقلية، درة مقلية كثير طيبة. انواع من انواع الموالح. شايفين نوع من هاي الدرة مقلية مثل ما حكينا. يعني هي الدرة او حنطة يعني بيقولوا لها حنطة. بيسلقوها، بعد ما يسلقوها بيرسوها على الشمس عفوا، وبعد ما تنحط على الشمس بيقعدوا بيقلوها بزيت مثل البطاطس او البطاطا.
يقلوها عادي جدا وبتصير من نوع القموارح، بحطوا لها الملح على راحتهم. هدول هنن هاي ماما صحتين وهنا ان شاء الله بتاكل. وهي قلت لكم المكسرات الصينيه، ما بعرف اذا ورجيتكم اياها لان الفيديو خلص الشحن عندي واضطريت اني احطه بالشحن. جبت 2 يعني ما شاء الله نحن عيله. وهذا بزر السوري، بزر جبس نحن بنقول له، ما بعرف انتوا شو بتقولوا له. بزر انا سمعت اللي اشتريت من عنده كان هو سوري، بس عم بشتغل عنده واحد مصري قال اني بزر ايراني او عراقي والله ما بعرف، بس نحن هذا بزر جبس عنا اسمه، انا هذا اللي بعرفه. وهون عندي هدول المكسرات بانواع بالجبنه، وهذا بالكاتشب جايبته، هدول الطرابيش بالكاتشب. وعندي كمان ما شاء الله اللهم صل على النبي هاي كمان بنوع الكاتشب جبنه، نوع واحد جبت بالجبنه بس. وجبت تفضلوا تانيين عم تاكلوا، تفضلوا يا جماعه تفضلوا قبل الصيام. وهي المكسرات ماشي ماما، فستق كاجو وبندق ولوز، شايفينها باينه واضحه. بسم الله الرحمن الرحيم. تالين شوي شوي ماما، شايفين كمان اشتريناها. وشو كمان شو يا حنان، هاي المكسرات كمان تانية غير هاي، شوفوا غير هاي مكسرات صينية، مكسرات صينية عادية. هاي مكسرات فيها فليفلة وبازيلا كمان صينية نوع تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. عن جد الولاد بدهم حلم. وهي نوع تاني هاي كمان حنطة منها نفسها. شو كمان جبنا شو كمان اللهم صل على النبي. ايوه ضامر سكر، او في هون المصريين بيقولوا عنها ملبس، شايفين كتير طيبة هاي كتير. هلا رح افتح لك اكل منها انا وانتي، خليكي بس ليش الكيس. وهون عندي هلا بدي اشوف عندي هاي القهوة كلها اجي يقول عنا عيلة القرعان، نحن هيك بنقول بسوريا بقى ما بعرف. شايفين شو جايبين قهوة؟ هلا رح اكل تجيبين كل هالقهوة. نحن كتير بنشرب قهوة، يعني باليوم بنساوي 3-4 ركوات. هي قهوتنا مساوي كتير، بس جايبين نحن إلنا ولضيوف اللي بده يجونا ان شاء الله بعد العيد. قلت لكم بده يجوني ضيوف عشان اكون جاهزه بيتي بحوسه وتنظيف ومضيافات، عشان اكون مثلا لو جيت من البحر بغسل اغراض البحر مثلا وبضبضب اغراضي، وانا بكون كل هالامور جاهزه بجهزها وبركنها بالبراد مثل ما هلا حورجيكم يعني شلون، وبكون جاهزه للعيد باذن الله. لبعد العيد عيد النسوان او الستات اللي نحن بنقول له عيد الستات اللي عنا، بيجوا بقى الستات بالنهار بعيدونا وبالليل الرجال بعيدوا مع بعضهم بالقهاوي او بالبيت. هذا فيديونا لليوم. اللي عجبه الفيديو هاي كمان جبت العملاق وجايبه هون شويه كرواسانات مشان السحور، اكيد انتوا بتتسحروا مثل حكايتنا. هذا فيديونا لليوم، واللي عجبه الفيديو لا ينسانا باللايك والشير. وكل سنه وانتم سالمين. انتوا شو اشتريتوا على العيد احكوا لنا، ومن اي بلد عم بتتابعوني يا ريت تحكوا لي وتقولوا لي من اي بلد. كثير مشتاقه يصير لي عندي اصدقاء من بلاد ثانيه، طبعا بعد مصر الحبيبه اللي انا فيها عن جد كثير بحبها ويعني هيك شلون بدي اقول لك، ناس ولا اجدع من هيك ولا احلى من هيك. خلي لي اياهم يا رب. تحياتي لاهل مصر كلياتها، وبتمنى يتابعوني من غير اي دوله يقولوا لي عشان كمان اذكر اسمائهم واسماء الدولات اللي عم تتابعني.